ازيكم؟ النهارده هنتكلم في اللي حصل في الماتشات امبارح امبارح واول امبارح على السريع كده، ونقول رأينا بسرعة. نبدأ بماتش ليفربول و... واتلتيكو مدريد. اتلتيكو مدريد نزل المباراة بتشكيلة في حراسة المرمى أوبلاك، قدامهم لينورماند والإنجلي، على الشمال يورنتي، على اليمين خافي جلان، في نص الملعب غالغر أو جالاجير و جالاجر نزل بجالاجر وباريوس. ثواني افتكر معاكم كده، معلش سامحوني بقى، بنسى بسرعة. يوه. وجوليانو سيميوني وتحتهم راسبادوري وانطوان جريزمان ونيكولاس غونزاليز. ده كان تشكيل اتلتيكو مدريد. بالنسبة لتشكيل ليفربول، كان في حراسة المرمى أليسون، قدامه فان دايك وكوناتي وروبرتسون وفرينج فرينج اسمه ايه فريمبونج فريمبونج معلش سوري. في وسط لعب بجرافنبرخ وسابوسلاي، قدامهم فيرس، على الشمال جاكبو، على اليمين صلاح، تحت مهاجم وحيد والاسترايكر الذي كان يحلم به جماهير ليفربول إيزاك. بدأت مباراة متكافئة في أول كام دقيقة كده أو كام دقيقة. بعد كده جت الدقيقة 6 والرابعة، الجون اللي ليفربول على طول، الرابعة والستة عفوا. وبعد كده سجال بقى ما بين نص الملعب وبتاع وكده، وليفربول مسك الشوط الأول، مسك أتلتيكو غسيل ومكوى. بس اتلتيكو عرف يخطف في كرة من يورنتي جلاد ليفربول الأزلي، هو اللي عامل لهم عقدة وكابوسهم يعني زي ما نقول كده. بيسجل فيهم دايما، بيسجل فيهم تقريبا 7 أهداف في التوتال. كان جايب فيهم قبل الماتش ده 4، دلوقتي بقى توتال 7، جايب جونين ولا كان جايب 5 تقريبا، مش متأكد، ما علينا. وخلص الشوط الأول، ليفربول مقدم 2-1. قلت بس الشوط التاني هيبدأ هيبقى 2-1. ده كان 2-1، هيبقى 3 و4 وممكن 5، ممكن ليفربول تنزل تدوس. لا العكس كده تماما، ليفربول هادي، نزل يمسك كورة. معلش سوري مرة كانت بتطير. نزل ماسك كورة شوية وبيحاول يحافظ على النتيجة. معلش حقوا عليا. وحاول يحافظ على النتيجة، وكان ماتش سجال ما بينهم يعني وكده، لحد ما تيجي الدقيقة حاجة و80 ليورنتي يحط كورة. لا ما كانش سجال قوي يعني، ليفربول كان في بعض الشوط كان ماسك زي ما بنقول، جاب كورة في العارضة، وواحدة جات لفيرس مش عارف ضيعها ازاي، وجات لهم كذا كورة يعني. بس هم دول أخطر اتنين، بتاعت فيرس اللي مشطهاش دي، وبتاعت صلاح اللي في العارضة. لحد ما تيجي الدقيقة حاجة و80 يورنتي يشوط كورة في كعب مارك أليستر، تاخد رجله وتدخل كعب رجله ويتعادل اتلتيكو. قلت بس ماتش هيخلص تعادل خلاص، حلوة ها. ممكن اتلتيكو لو عرفت تخطف، لو ما عرفتش تحافظ على التعادل قلت بس خلاص مش هيخلص تعادل. لكن كحظ ليفربول وحظ العوالم والسحر والشعوذة والدجل اللي بيحصل معاهم دول، مش عارف ايه ده شخصية البطل ده، ولا عنده شخصية البطل. احنا في عز مواسمنا، في عز الموسم بتاعنا اللي كنا بنعمل فيه كده، ما كانتش بتبقى بكل شوية بالشكل ده في كل ماتش كمان، كانت بتبقى اقل شويه. يعني احنا كنا بنلعب كوره، اما هم في جزء من الماتش ما كانوش بيلعبوا كوره، جزء ماسكين كوره، جزء لا. انا كنت شايف ان هم ما يستحقوش، كان اقل حاجه يطلعوا تعادل الماتش ده وبس. تيجي كوره لفان دايك ضربة راس، يروح ناطحها على طول وراكبها صح 10/10 ويحط الجون التالت وليفربول تكسب وتاخد الماتش وتاخد ال3 نقط اللي هي عايزاها وتجري بيهم على طول مش عايزة حاجة تانية بس. وتفوز ليفربول وتاخد أول 3 نقط، وأتلتيكو يعني حسبي الله وسيميوني ده بقى غور بقى، انت بقالك سنين مع اتلتيكو، خلاص غور بقى ببدلتك دي بتاع كده، متعرفش هم حابينه ولا ايه القصة ولا ايه الحاجة، هو يغور بقى خلاص، هو كفاية عليه كده. وبقاله بتاع يجي 18 19 20 سنة مع اتلتيكو، ولا 11 والله ما عارف، من كتر ما هو قاعد مع اتلتيكو بقاله كتير، من 2012 يعني، مفيش مدرب عملها. ده جوارديولا بالذات قدر وما كملش الرقم ده تقريبا بس ويخلص اللقاء 3-2 ليفربول. نخش على الماتش التاني او نقول النتائج السريعة بتاعت دوري الابطال، معلش خليكم معانا. في نفس اليوم ده
نفس اليوم ده أولمبياكوس يتعادل مع بافوس 0-0. وكان في طرد لبرونو وفليبي سوزا دا سيلفا. وانتر كان كسب اكس 2-0. باريس كسب اتلانتا برباعية. وايه تاني؟ كل ده النهاردة بقى، هم دول كانوا أبرز الماتشات يعني تقريبا. بس ونخش على المحلي، نرجع للمحلي تاني إن شاء الله، نرجع على الزمالك والإسماعيلي. الزمالك ياخد 3 نقط غالية جدا ويأمن صدارته في جدول الدوري برصيد 16 نقطة. واحنا ربنا يسترها معانا في الاهلي، حاجه صعبه يعني. نزل الاسماعيلي بتشكيله في حراسه المرمى عبد الله جمال، حارس المتالق العالمي الجميل اللي انا الصراحه بحبه يعني. قدامهم محمد عمار وعبد الله، عبد الله احمد، ولا كان اسمه عبد الله ايه، عبد الله محمد سوري. جنبهم محمد ايهاب، على الشمال ابراهيم عمرو، وفي نص الملعب محمد سمير وعبد السميع ونادر فرج. وقدامهم إيريك تراوري وإبراهيم محمد وخالد النبريسي، إبراهيم عمرو سوري اللي كان بيلعب باك، معلش. بدأ الشوط بضربة جزاء في الدقيقة الخامسة أو السادسة للإسماعيلي، للزمالك سوري. يخش على طول عبد الله السعيد بكل ثقة وبكل أريحية وبكل هدوء يعني، حطاته وضربات جزاء وبتاع، هو بيعرف يحطها ازاي. حطها بكل سهولة عشان يتقدم من الزمالك بهدف مقابل لا شيء. قلت بقى خلاص، بس الزمالك هيفتح بالتاني والتالت والرابع، وهتفتح هتبقى سيرك بقى هتبقى سكور يعني، هيفي سكور. لكن لقيت عكس كده تماما. الزمالك هدى في الريتم وقل ضغطه، ويعني تراجع شوية خلف لورا، خوفا يعني ان هو يتعادل او حاجة. لكن ان هو الشوط الاول الزمالك عمل ماتش كويس، الاسماعيلي ما جاش تماما على الماتش حرفيا، لا شوط اول ولا شوط تاني، مع احترامي ليهم يعني. جت كورة كمان لاخوان الفينا بتزيرا اللي ابوه كان بيقول لازم نقول كده يعني، هي فرقت يعني من الفينا من بتزيرا من اخوان. مشيها يا عم الفينا، احنا متلصمين بالعافية يعني. بس فيضيعها بغرابة. عرضية اتلعبت له حلو، مش فاكر متذكر مين لعبها، وضاعت. وجات له كورة برضه في الشوط الأول، عرضية عالمية حطها في الأرض، دي كانت صعبة شوية، لكن بتاعت اللي ضيعها بغرابة دي، اللي على الأرض دي غريبة الصراحة. هو يخلص الشوط وده الدباغ ضيع واحدة مضيعش بأسيست تاريخي لعبد الله سعيد، أسيست جميل قوي، حطها في السما. ويخلص الشوط الأول 1-0 للزمالك بتقدم عن طريق عبد الله سعيد من ضربة جزاء. يبدأ الشوط التاني بغلطة كارثية من محمد عمار، تسفر عن تدخل من عدي الدباغ بعطى الكورة وضغط وشارد ما شاء الله، ويحط تشيب حلو قوي على من فوق عبد الله جمال يعني تقدم الاسماعيلي بهدف للزمالك، معرفش بتلعب من النهارده بهدف تاني. وتنتهي المباراة، عفوا سوري ايه و... والزمالك يتقدم 2-0 يعني. بس وقلت الزمالك بقى خلاص اخد الماتش وضمن، وبقى كده بيلعب في حصة تدريبية، وخد اللي هو عايزه من الماتش وال3 نقط وهرب يعني. هو كل طموحه كان ان هو ياخد 3 نقط وبس، سواء بأداء كويس او لا. انا شايف ان هو اداء متوسط يعني، مش افضل حاجة، مش من افضل ماتشات الزمالك يعني، ماتشات قليلة. بس هي الاسماعيلي كده كده اي حد هيكسب، والله لو جبت مين هيكسب، لو جبت خلي بالك الاسماعيلي دلوقتي ممكن تكسبه 2-3 عادي جدا، اي حد هيكسب. معلش مع احترامي ليهم، انا نادي جماهيري وبحبه ونفسي يفضل في الدوري، ونفسي الانديه الجماهيريه ترجع، بس هو وطن الاسماعيلي حزن الصراحه. زي الاسماعيلي عمل ماتش مش احسن حاجه. جت كوره اسمه ايه ده، اللي كان اسمه ايه، افتكر معايا، فرج ده، لا كان اسمه الدح، لا كان اسمه ايه، ثواني افتكر معاكم. محمد وجدي، جت كوره تقريبا محمد وجدي حطها، لكن حسام عبد المجيد شالها بكل براعه وبس. ويخلص الشوط والزمالك يكسب 2-0. نيجي بقى لتقييم اللعيبه. بالنسبه نبدا بالزمالك طبعا، الفاز بالمباراه. محمد صبحي عمل ماتش كويس، دي 6.5. حسام عبد المجيد 7. محمد اسماعيل 8. عمر جابر لما يطلع معلش 0، ما جاش الشوط ده. بنتاج برضو ما جاش، مش احسن حاجة، ادي 3.
نص الملعب دونجا مش شايف انه عمل ماتش كويس، هديه 5 او 3. 3. ناصر ماهر عمل ماتش كويس، هديه 6.5، متوسط يعني. قلنا مين كده تاني؟ و اسمه ده، كنت هقول شيكو بنزاخر بقدر ما اتعودت على اسمه. اخوان الفينا بنزيرا دي 8. طب 8 ليه؟ لأ 7 كويس عليه 7. عضية دباغ 3 عشان الفينش بس مش أكتر. مين تاني؟ عبد الله السعيد 10/10، مان اوف ذا ماتش ورجل المباراة وعامل ماتش عالمي. لعيب تاريخي صراحة عبد الله السعيد، وبيقدم مع الزمالك بيقدم عشان الزمالك بشكل كويس، شكله استعاد نفسه معايا في الزمالك يعني. أنا كل يوم عن يوم بشوف عبد الله السعيد ده بقول خسارة إن هو ما جددش في الأهلي يعني. ما مع ان في جماهير اهلاويه كانت بتقول انه بتطالب برحيله يعني لما موضوع الفلوس ده، بس انا كان نفسي يكمل الصراحه. كان حته لعيب خطير مع الاهلي الصراحه يعني، بغض النظر عن مستواه وعن اداؤه مثلا، او ما كانش بيظهر في ماتشات، بس انا كنت شايف ان هو لاعب تاريخي وعظيم، وخسرنا ان الاهلي خسره. بس يعني بس ما اعرفش انا ليه دخل الاهلي، معلش بقى سوري. بس دي كانت حته كده كنت عايز اقولها. مين تاني يا ربي؟ الزمالك انا بنسى ليه، مش عارف بنسى ليه. الورق ده مقرف، انا الفيديو ضاع بسبب الورق ده. اه صحيح، ونسيت ادم كده 0 الصراحه ما جاش. الشوط التاني بقى نزل عدي الدباغ، قصدي نزل خرج عدي الدباغ ونزل ناصر منسي. ما مش موفق الصراحه، بس على كام ماتش وكام كره اللي لعبهم ادي 6. ونزل احمد حمدي مكان دونجا، مكان ناصر ماهر سوري. ما جاش، ما قيمتوش، ما شفتوش الصراحه، ما لمسش كذا كوره. نزل عبد الحميد مع ان اللعيب ده كويس ويجي منه، هدي 7. عمل ماتش كويس الصراحة، ويجي منه ياخد فرصة بس كده. اتمرن كويس في التدريبات، هيجي منه جامد، لعيب كورته حلوة. نزل صلاح مصدق مكان عمر جابر، هدي 5. نزل مين تاني؟ نزل أحمد فتوح مكان بنتاك، مشفتوش، البلا تقييمه 0. نيجي بقى لتقييم لعيبة الإسماعيلي. عبد الله جمال هديه على الكام كورة اللي شالهم، عشان كور كتير وكورة خطرة، هدي 7. محمد عمار على الماتش اللي عمله، محمد عمار لعيب كورته حلوة وكويسة وبيجي منه، وأداؤه حلو على فكرة، لعيب كبير وهيفيد منتخب مصر كده. وان شاء الله لو حطينا عينينا عليه في الاهلي هنخطف ان شاء الله، او يطلع يحترف برا في اوروبا. محمد عمار دي 6/10، سوري معلش خبطت البتاع. اعذروني على العشوائية دي، معلش عفوا. ومحمد كان اسمه ايه؟ عبد الله عمار، عبد الله محمد، ما حسيتوش، هديه 0. محمد ايهاب ده لعب كويس ويجي منه، هديه 6.5. ابراهيم عمار ده عمرو ما اعرفش، ما حسيتوش، اللي هو 0 برضو. نص الملعب محمد سمير، حسيته مش احسن حاجه، دي 0 برضو. حمد عبد السميع ده لاعب كويس، هدي 7. كويس دي تقييمات يعني، انا حر فيها وشايف ان يعني ده تقييمي، وشايف ان هو ده التقييم المناسب للعيبه يعني، مع انهم ما عملوش مصر احسن حاجه. وانا حر في تقييماتي، ودي قناتي وده موبايلي ودي الرينج لايت بتاعي، اصور فيه زي ما انا عايز واقول رايي فيه يعني. مين تاني؟ مين تاني؟ نادر فرج لعيب كويس كورته حلوة، هديه 6.5. خالد النبريسي حسيته ما جاش الماتش ده، هديه 3/10. ريك تراوري لعيب عفى عليه الزمن خلاص، وهيعتزل بقى، كفاية عليه كده، أو يروح يشوف دوري، يكتشف نفسه في دوري تاني 0. نزل مين تاني التبديلات؟ محمد وجدي، هدي 5. عبد الرحمن الدحة 3. محمد خطار لعيب كويس ويجي منه على فكرة، هدي 6.5 برضو. عمر عبد السلام ده برضو لعيب كويس، هدي 4.5. محمد وجدي خلاص كده خطاري. عمر احمد ده ما شفتوش الصراحه، فمش عارف افهمه على ايه، بس هو عمل ماتش مش احسن حاجه يعني، 0 برضو تبديلات بس. لا لعيبه الزمالك، لعيبه الاسماعيلي سوري، يجي منها كتير، في لعيبه حلوه، في لعيبه عندها كوره، هما مع الوقت هيجوا. محمد عمار ده لاعب كويس، عبد الله جمال لاعب كويس، خطر لاعب كويس، عبد الرحمن الدحيح ده كويس على فكره. محمد ايهاب ده يجي منه.
عبد السامي كويس، في كذا لاعب يعني. انا شايف ان هما ليهم مستقبل يعني. وكوت ده، صح نسيت كوت ده، ولا كانت كوت، مش عارف اسمه ايه. اللاعب ده برضه كويس ويجي منه كورته حلوه. اتفرجوا على الواد ده هيتنفجر وهيتألق، وهيبقى حاجه في يوم من الايام ان شاء الله يعني. قلت له هو ريال يعني. بس نخش بقى على اسمه ايه ده. صحيح، في النتائج بتاعت الماتش ده، الماتشات دي لسه. اسمه ايه ده. النصر فاز على استقلال طهران في كأس الاتحاد الآسيوي 5-0. بس ده كان تحليل سريع لماتش الزمالك والتقييمات بتاعته. أنا نسيت التقييمات بتاعت ليفربول صحيح، ولا قلتها؟ مش متذكر، تعالى نقولهم تاني. أليسون هديه 6، فان دايك 7. لا، اديتهم تقريبا بس نديهم تاني يمكن نسيت. كوناتي 5، روبرتسون 0، فريمبونج 3، سابوسلاي 2، جرافنبرخ 0، فيرتس 0. اللاعب ده شكله معلب ولا ايه؟ مش عارف، حاسه كده 150 كتير عليه الصراحة، بس ممكن يجي مع الوقت، لسه مخدش على الدوري، مخدش على الأجواء، جاي من دوري ألماني صعب برضه يعني. محمد صلاح على الماتش كله توتال 7/10. إيزاك طبعا 0، بعيد عن الماتش بقاله 5 شهور ولسه ما جابش فورمة يعني. لما يجيب فورمة ده هيبقى كارثة، ده ربنا يستر منه والله، والله يعين عليه. جاكبو معاه الماتش مش أحسن حاجة. إيه، فهنديه 0. نزل الشوط التاني اكتيكي هدي 5. نزل برادلي هدي 3. نزل مين تاني؟ برادلي. نزل ماكاليستر هدي 2. ثواني خليكم معايا. ونزل كيركيز 0. بس ده كان تقييم ليفربول. نقيم بقى اتلتيكو. نورماند 0، قصدي وبلاك 0، نورماند 0، الانجلي 0، جالان 0، ماركوس لورينتي على التوتال 10، جوفاني سيميوني 0، باريوس 0، جايل 0، خونزاليس 0، راسبادوري 0، انطوان جريزمان 0. بس هو كان نجم الماتش فيهم اتلتيكو مدريد، هو الواد اسمه ايه ده يا ربي، هو لورينتي. نزل الشوط التاني سورلوس نسيت صحيح، نوفوما نزل بلا تقييم، مش كورة ما شفتوش بس. يمكن كوكي 0، ماركيز بوبيل 0، مولينا 0. بس دي كانت تقييمات الاتلتيكو مدريد. نخش بقى على اخر ماتش. سوري اني طولت الفيديو 18 دقيقة، معلش حقك عليا. بس يعني انا قلت اتكلم واقول رأيي في الماتشات كلها في فيديو واحد، نلم الاحداث كلها. معلش تكاسلت شوية، معلش حقك عليا. ننزل بقى باخر نقول بقى رأينا في اخر ماتش اللي هو اسمه ايه ده ربي، هقوله معايا، نيوكاسل وبرشلونة. هجيب الورق معلش عشان بنسى دايما. نيوكاسل نزل في بداية المباراة بتشكيل مكون في حراسة المرمى بوب، دان بورن في قلب الدفاع، فابيان شار في قلب الدفاع التاني، تريبر شمال، كان اسمه ايه، ليفرامينتو يمين، تونالي وجالنتو في نص الملعب معاهم جيماريش، قدام هارفي بارنز وجوردن وإيلانجا. شوط اسمه برشلونة معلش بتلعثم شوية في الكلام. نزل برشلونة في حراسة المرمى جارسيا، قدامه أراخو وكوبارسي، على الشمال كوندي، على اليمين مارتن، في نص الملعب ديونج وبدري، تمام كده، وفيرمين لوبيز، معاهم راشفورد وليفاندوسكي ورافا. الشوط أول متكافئ نسبيا ما بين الفريقين. برشلونة حاولت بكذا كورة بس ما كانتش بلا خطورة، ونيوكاسل برضو أخطر كورة جات لهم في آخر الشوط. كان شوط متكافئ لحد ما نيوكاسل في آخر الشوط
جات لها كرة حاولت تستغلها بس ما عرفتش. تألق من الحارس العالمي خوان جارسيا، حارس الصراحة عالمي، وبرشلونة أخيرا بقى عندها حارس، بختكوا بيه. الشوط كان متكافئ نسبيا وكان الشوط عبارة عن لعب في نص الملعب، مين يمسك نص الملعب أكتر. كنت شايف إن نيوكاسل متفوق شوية بس، وخلص الشوط الأول 0-0. نزل الشوط الأول التاني بقى، روائع من ماركوس راشفورد، واحدة رأسية جميلة، وشوطة برضو عالمية تاريخية من ماركوس راشفورد، خبطت في العارضة وراحت داخلة، حاجة تاريخية حلوة. بس وبرشلونة مسكت الماتش لحد ما نيوكاسل جاء في اخر الماتش جابت جون، وكانت هتجيب التعادل بس ما لحقتش، وما كان حظها مش احسن حاجه يعني. بس هي ما عملتش ماتش واو يعني، بس هي حاولت على قد ما تقدر يعني. فرق الامكانيات والفوارق وكل حاجه والفلوس واللعيبه لبرشلونه يعني. بس خلص الماتش 2-1 زي ما انا توقعت، ملك التوقعات. خدها مني هقول لك ان الاهلي ان شاء الله بكره هيكسب 3-1 على سيراميكا كليوباترا. قولوا امين. الاهلاويه بس يعني، اكيد الزملكاويه هيتنقلوا الخساره يعني. بس كنت شايف ماتش كويس يعني، ماتش جميل قد التوقعات. وملعب جيمس بارك ده من الاستادات الرخمة برضه. نيجي بقى لتقييم اللعيبة، نبدأ من نيوكاسل. بوب على الكرة اللي شالها دي سوا. ده بورن صفر، فابيان شارت صفر، تريبر صفر، ليفرامنتو واحد، تونالي ستة، جوالينتون صفر، جماريش صفر، هارفي بارنز صفر، جوردن صفر، لانجا صفر. تبديلات نزل بوتمان مكان شهر، ما معرفش محسيتوش. صفر، سياو صفر، آه، ميرفي صفر، فلوترمان ده صفر. ولوك صفر. ده كان بالنسبة لتقييم لعيبة اسمه ايه ده، لعيبة نيوكاسل. نروح لتقييم لعيبة برشلونة. جارسيا نديه 7/10. أراخو صفر، كوبارسي 6 أو 3 سوري، كوندي 10، مارتن صفر، بدري 6، ديونج صفر، لوبس صفر، رافا 6.5، وراشفورد 10. نزل الشوط التاني أولمو مكان ليفا صفر، كريستنسن كوبارسي صفر، كاسادو صفر، مين تاني، كريستنسن صفر، كاسادو صفر، كوبارسي صفر، ولا كان 3 والله فاكر كان صفر. كان في حد تاني كان نزل أولمو وكريستنسن، أولمو وكريستنسن واسمه ايه ده، اسمه ايه، فران توريس. فران توريس على العمل ولا دي 6. كاسادو صفر برضو. بس ده كان تقييم لعيبة برشلونة. ونقول كده سريعا مع بعض النتائج بتاعت دوري الأبطال اللي حصلت النهاردة. سيتي كسب 2-0 بهدف أي حد ودوكو. ما شفتش الأهداف بس لسه أشوفها بعد ما أخلص. ايه تاني، فرانكفورت كسبت 5-1 على مين؟ فرانكفورت على كرت أمل تقريبا. بس أنا أجيب النتائج معلش. لا، على جلطة سراي 5. لشبونة كسبت كرات أمل اللي احنا هنلعبها الماتش الجاي 4-1، هو ريال مدريد يعني. كلوب بروش كسب 4-1. كوبنهاجن اتعادل مع ليفركوزن، ده كان امبارح صح؟ سوري. بس دي كان كل حاجة عندنا في فيديو النهاردة. أتمنى الفيديو ما يكون عجبكم ونال إعجابكم. سوري لو كان طويل شوية، أنا حبيت أدردش معاكم كده سريع ونقول رأينا في الماتشات. كان معاكم عمر من قناة كورة مع عمر وعموري على التيك توك. اشوفكم بخير. لو لسه ما عملتش اشتراك اعمل اشتراك، وما عملتش لايك اعمل لايك. انزل اعمل لايك على المقاديس حالا بقى فعلا على الدوك. ولو ما شاركتش الفيديو شيره في كل مكان، يمكن ده يكون سبب ان احنا نوصل ويكون محتوانا ينتشر اكتر والناس تشوفه اكتر وتقول لنا رايهم فيه. وانزلوا في الكومنتس برضه قولوا لي رايكم في الفيديو، كويس حلو وحش. عايزين حاجات اعملها، عايزين نظبط الاستوديو اللي ورايا ده مثلا، عايزين نظبط اصور في مكان تاني مثلا. بيت كبير يعني، فلو حابين قولولي. بس
ولو ما عملتش فولو على التيك توك اعمل، ولايك هناك وشير وكومنت وإعادة نشر وظبط الدنيا. كان معكم عمر، اشوف وشكم بخير في فيديو جديد. سلام.